دايما حاسة ان وجودك مش بيفرق، بتتكلمي ومحدش بيسمع. نفسك تبقي شخصية قوية وتسيبي بصمة. لو بتحسي دايما انك مترددة وصوتك مش مسموع ووجودك مش مؤثر، ركزي معايا في 3 دقايق بس. هقولك على اهم واقوى 8 حاجات سهلة جدا لو عملتيهم هتكوني شخصية قوية جدا ومؤثرة وهتبهري كل اللي حواليكي. بس فضلا وليس امرا، ما ننساش نحط لايك للفيديو لو عجبكم، ويلا بينا. اول سر: ما تتكلميش بصوت واطي ومهزوز، اتكلمي ببطء وبصي في عين اللي قدامك. الصوت الهادي الواضح بيساوي ثقة. مش لازم تزعقي ولا تتكلمي بصوت عالي، بس لازم تتكلمي بثقة. نبرة صوتك، وقفتك، نظراتك، كل ده بيوصل رسالة. تاني سر: اسمع اكتر ما تتكلم. الناس بتحب اللي يسمعهم مش اللي يقاطعهم كل شوية. لما تسمع بتكسب احترامهم وبتبان انك ناضج وواثق من نفسك. فخليك مستمع شاطر. الشخص المؤثر مش اللي بيتكلم كتير، ده اللي بيعرف يسمع بتركيز. خلي الناس تحس انك بتفهمهم مش بتحكم عليهم. السر التالت: قول لا. ما تخافش تقول لا لما تحس ان الحاجة ضد قيمك او مبادئك او مصلحتك. الشخصية القوية مش بتقول حاضر لكل حاجة. قول لا لأي حاجة ضد مصلحتك او مبادئك، بس بأدب وبهدوء ومن غير ما تبرر كتير. السر الرابع: اهتم بمظهرك. مش لازم تبقى اغنى حد، بس خليك مهندم في لبسك. ريحتك حلوة، لبسك نظيف، ده بيعزز احترامك لنفسك وثقة الناس فيك. السر الخامس: حافظ على هدوءك. الغضب بيكسر صورتك، لكن الهدوء تحت الضغط بيساوي شخصية نادرة مؤثرة. خليك هادي وقت العصبية. في ناس بتفقد احترامها أول ما تغضب، لكن الشخص اللي بيعرف يسيطر على أعصابه ده بيكون مؤثر فعلا. عد لحد 10 قبل ما ترد وهتشوف الفرق. السر السادس: خليك صاحب مبدأ. قول رأيك بوضوح وما تمشيش ورا الناس لمجرد انك خايف تقول انا مختلف. اتعلم كل يوم، مش لازم تفتح كتب ضخمة. اقرأ صفحة، اسمع بودكاست، شوف فيديو مفيد. كل معلومة جديدة بتساوي نقطة زيادة في تأثيرك وكاريزمتك. السر السابع: طور نفسك كل يوم. اقرأ، اسمع، اتعلم. الشخص المؤثر دايما عنده حاجة مفيدة يقولها. الجهل ضعف والمعرفة قوة. خليك صاحب مبدأ، ما تمشيش مع التيار وخلاص. قول رأيك حتى لو لوحدك. الناس بتحترم اللي عنده موقف مش اللي بيغيره كل شوية. السر الثامن: خليك إيجابي. الناس بتتشد للي بيديهم طاقة حلوة. خليك دايما الشخص اللي بيشوف الحل مش المشكلة. وأخيرا، الشخصية القوية مش وراثة، دي قرار. كل عادة من دول هتوصلك خطوة لقدام. ابدأ بيهم من النهاردة وشوف الفرق في حياتك. الشخصية القوية دي اختيار ومجموعة عادات بسيطة بتتكرر كل يوم. قوليلي في الكومنت انهي نقطة فيهم ناوية تبدأي بيها، ولو الفيديو لمس قلبك شاركيه مع اللي بتحبيهم علشان كلنا نبقى شخصيات قوية ومؤثرة بجد. ويا ريت لو الفيديو ده عجبك ما تبخليش عليا باللايك علشان الفيديو ينتشر والقناة تكبر. وفي نهاية الفيديو احب اشكركم واقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.